السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الفيديو ده عشان خاطر تتعلموا حاجة مهمة جدا، مشكلة بيواجهها الطلاب. لما المستر بيشرح وبفهم منه كتير بفتح الملزمة بتاعته بلاقي نفسي مش عارف أذاكر منها، ولو ده حصل هيؤدي إن أنت كمان مش هتبقى عارف تحل. وبناء عليه بما إني أنا هدي حضرتك كتاب أو ملزمة تذاكر منها لأن أنت من طلابي، فلازم أفهمك إيه هي الحاجات والأفكار اللي أنا عملت بيها الكتاب اللي أنت هتسمع شرحي وإن شاء الله تفهمه، ولما تروح البيت تذاكر تحقق أعلى استفادة. كتابي السنة دي اسمه كيف تدير الدولة لو أصبحت رئيساً للجمهورية، وهيصدر في جزئين، جزء للترم الأول وجزء للترم الثاني، في 29 محاضرة مقسومين على الكتابين. ولكن لازم تفهم حاجة مهمة، المنهج اسمه جغرافيا سياسية. أنا ليه مسمي الكتاب كده؟ في حاجة اسمها مخرجات التعلم أو نواتج التعلم. لما تتعلم جغرافيا سياسية هتستفيد إيه يعني؟ هيعلمك إزاي لو بقيت مسؤول في الدولة من أي منصب جوه الدولة، موظف في أي مصلحة حكومية لحد رئيس جمهورية، تدير الدولة إزاي. وهو دوت القيمة العلمية اللي أنت لازم تتعلمها من المنهج ده. زي ما قلت لك الكتاب متقسم إلى محاضرات، فهنمسك أي محاضرة أنت حضرتها، سمعت الشرح، حضرت في ميعادك، فهمت كويس جدا، هتروح البيت مطلوب منك حاجتين، الحاجة الأولانية إن أنت تذاكرها، والحاجة التانية إن أنت تعمل الواجب بتاعها أو الهوم وورك، التطبيق يعني. فنبدأ بالمذاكرة، والمذاكرة مليانة أفكار محدش عملها قبل كده ولا موجودة في أي مصدر تعليمي، وأنا بقول ده وبسجله وبوثقه حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية بتاعتي، اللي هو الموضوع اللي أنا بدافع عنه على طول، وكذلك في أسئلة الواجب. ولكن نبدأ بجزء الشرح. هتفتح الكتاب هتلاقي أنا واخد لك مقاطع من كتاب الوزارة للشرح اللي أنا قلته عشان حضرتك تقراها، ومكتوب عليها إن دي مقاطع كتاب الوزارة، ولكن معلق عليها ومربوطة ببعضها من خلال كثير من الملاحظات، بالإضافة إلى إن كل كلمة أنا قلتها لحضرتك على البورد هتلاقيها موجودة جوه الكتاب، وكمان هتكون مرسلة ليك إذا كنت طالب معايا على الواتساب بتاعك، عشان يبقى معاك PDF بالشرح بتاعي على السبورة، ويبقى جنبك وانت ماسك الكتاب، حاجة كده كأنك كنت بتاخد درس على ترابيزة سفرة جوه البيت. مع ملحوظة كمان، كلنا عارفين ان الامتحان اخر السنة هيكون اوبن بوك، ولكن الوزارة ما بتديكش الكتاب، بتديك كتاب مفاهيم. كتاب المفاهيم ده فيه معلومات مختصرة عن هذا الدرس، فعشان كده انا حاطط لك هذه المعلومات المختصرة عشان تقراها وسط الموضوع ككل. فلما تفهم الموضوع ككل وتقرا الملخص بتاعه، فيطبع في ذهنك ان الملخص ده لسه ناقصه معلومات اللي هي بقية المعلومات اللي موجودة قدامي في الصفحة دي، فيبقى الثلاث حاجات بيكملوا بعضهم: نص كتاب الوزارة، التعليقات والربط والأفكار بتاعتي اللي مش موجودة في أي مصدر تاني على هذا الجزء، بالإضافة للسطور التي ورد بها هذا الدرس في كتيب المفاهيم. يبقى إذن أنت معاك 3 عناصر بيكملوا بعض، وبكده تبقى أنت ذاكرت الدرس كويس، ولو محتاج حاجة معاك الPDF اللي أنت حضرته وشفته بعينك بيتكتب على السبورة. وعشان كده برضو أنا مصمم إن كل المحاضرات تكون على سمارت بورد. خلصنا الجزء ده من المحاضرة، إنك حضرت وروحت البيت، هتبدأ بقى إنك تذاكر، تخلص مذاكرتك فتنتقل لمرحلة حل الواجب. هتلاقي في ظهر المحاضرة أسئلة الواجب بتاعها، ولكن أسئلة الواجب دي لازم تبقى عارف إنها أسئلة تراكمية، بمعنى لو أنت في المحاضرة رقم 16 فالأسئلة هتلاقيها على المحاضرة رقم 16 وال15 محاضرة اللي قبلها. طب فين يا مستر الإجابات؟ هو أنا قلت لك أصلا حلها؟ أنا قلت لك هتلاقي الأسئلة، ولكن أنا ما طلبتش منك إنك تحلها. طب أعمل إيه؟ حضرت المحاضرة، ذاكرت الشرح كويس، لقيت الأسئلة ما تحلهاش، ولكن في آخر الأسئلة هتلاقي QR، هتعمل له سكان، هتحل الأسئلة دي كلها من غير ما تكون عملت الواجب. وبعد ما تعمل السكان ده هتلاقي نفسك حليت أسئلة، فطلع لك PDF بالإجابات الصح والغلط، فأنت عرفت إيه الصح وإيه الغلط. تمسك كراستك الجميلة وتكتب كل الأخطاء وكل الحاجات اللي طلعت لك غلط، ومن هنا ترجع بقى لأسئلة الواجب، هتلاقي نفسك عارف تحلها كويس، لأن أنت ذاكرت وعرفت أخطائك ورصدت أخطائك في كراسة بنسميها كراسة اسألني
علشان خاطر هي دي اللي بتجمع اخطائك على مدار السنه كلها. مره كمان يبقى الترتيب عندي مش ان انت تحضر وتذاكر وتحل الواجب، لا، انا الترتيب عندي ان انت تحضر وتذاكر وبعدين تمتحن وتعرف اخطائك وبعدين تحل الواجب. وده الشيء اللي بيميز الفكر العام اللي انا بعلم الطلاب بيه عندي عن اي مكان تاني. ولازم تعرف ان اهتمامك بالترتيب اللي انا بقول عليه ده على مدار السنه هو اللي بيخليك قوي جدا في الماده العلميه، وبيؤهلك بشكل كبير انك تعرف تكون شاطر واخطائك قليله في المراجعات. وايوه انا باكد ان لسه هيبقى عندك اخطاء، لان الكمال لله وحده، واحنا بنقعد لحد اخر دقيقه ممكن نتعلم من اخطائنا، ومهم نتعلم من اخطائنا علشان خاطر الغلطه اللي انت غلطتها دي لو جت في الامتحان ما تغلطهاش. حاجه كمان بتميز الكتاب اللي انا مديه لحضرتك ان كل محاضره لها تطبيق عليها بطريقه بشكل معين هتشوفه لما تستلم الكتاب، على تدريب على التعود على استخدام الخرائط. وده امر ماشي معانا في كل محاضرات السنه وفقره اساسيه في كل المحاضرات، سواء انت هتكون طالب معانا في القاعه او في الاونلاين. مادام الكتاب معاك لازم تكون عارف انك طول السنه هتتدرب على استخدام هذه الخرائط بشكل هيؤهلك اخر السنه ان يكون هذا الامر هو اسهل شيء بالنسبه لك ان شاء الله. طبعا الناس اللي هتبدا تسال وكيف نحصل على هذا الكتاب، الموضوع السنه دي ميسر بشكل افضل بكتير من السنين اللي فاتت. طبيعي اذا كنت طالب معانا في المحاضرات هتستلم كتابك قبل دخول محاضرتك، واذا كنت طالب اونلاين او في اي مكان في الجمهوريه فيسهل حصولك على الكتاب من خلال المنافذ اللي هنوزعها في كل محافظات مصر تقريبا. هتشوف اقرب منفذ ليك ايه وتستلم الكتاب بتاعك. اما اذا كان كل ده بعيد عليك فيتبقى الحل الاخير اللي كلكم عارفينه، ولكنه اصبح مكلف شويه، لان طبعا عمليه الشحن عمليه بقت مكلفه في ظل الاسعار الجديده، ولكن نقدر نشحنه لك لحد البيت. ومن هنا قررت ان السنه كلها يبقى فيها كتابين 2 بس للشرح وكتاب 1 للمراجعه، عشان ما تضطرش ان انت تدفع كثير من مصاريف الشحن على مدار العام. يبقى هي شحنه في اول السنه وشحنه في نص السنه وشحنه اخيره في اخر العام في المراجعه ان شاء الله. ربنا يوفقكم، وان شاء الله الجهد الكبير اللي بذل في هذا الكتاب وفي اعداده يكون بيعود عليكم بالنفع، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان ان هو يثقلكم علميا وتصبحوا اشخاص فاهمين جغرافيا سياسيه وفاهمين مغزى تعلمها وقيمه تعلمها، بشكل قبل ما يكون هيفيدكم في الامتحان ان انتوا تجيبوا درجات عاليه، لا، يكون بشكل هيفيدكم في حياتكم كلها. عايز اكون اللي بعمله مش علم الامتحان ثانويه عامه، ولكنه ان شاء الله يكون علم ينتفع به.